السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين، العيد على الابواب. قلت اعمل لكم صينية فتة جامدة جدا لفطار اول يوم، لغدا، لعزومة. هتعملوها هتعجبكم جدا 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 بطريقة لوزة ان شاء الله. تمشوا معايا خطوة بخطوة، وسهلة وبسيطة ومش مكلفة، حاجة كده جامدة وانتوا بتعملوها هتقعدوا تنبهروا بيها. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، ويلا بينا ندخل نشوف عملنا صينية الفتة الجامدة دي ازاي. يلا نشوف بقى هنبتدي وصفة الفتة الجامدة بايه. جبت حلة حطيت فيها معلقة سمنة ومعلقة زيت، خليت السمنة ساحت، وانزل بمعلقة توم كبيرة حلوة كده. ده توم مفروم من اللي مخزناه، وابتدي اقلب كده مع بعضه. انا مش عايزه التومه تتحرق او تحمر جامد، لا انا يا دوبك هطلع الريحه بتاعتها وتصفر كده اهي. وهقول لكم هنعمل ايه على طول. اجمد فته هتعمليها بالطريقه دي. عايزه اقول لك كل حاجه فيها تتاكل حتى العيش. هنقلب بقى حلو اهو. عايزاها بس تصفر والريحه بتاعت الثوم تظهر. التومه ابتدت تصفر اهو، يا دوبك كده مش عايزاها تحمر مني. هنزل عليها بمعلقتين خل. حلو بقى كده. عايزه اقول لكم الريحه ايه، يا سلام، خطيره خطيره جدا. وانزل بعد كده بصلصه الطماطم بتاعتي، طماطم عاديه معصوره. بسم الله. نديها تقليبه حلوه جدا. حطيت صلصه الطماطم على الخل والثوم، هبتدي بقى ابهرهم كده بشويه فلفل اسود، حبه كمون، وحبه كزبره كده ناشفه حلوين. ونقلب كل الكلام ده في بعضه، ونهدي عليها النار ونسيبها تتسبك. مش هنحط برضو ملح دلوقتي، هنسيبها الملح كده اول ما تبتدي تستوي وتدخل في السوا وتتسبك هروح حاطه لها الملح على طول. الصلصه بتتسبك على النار ومهديه عليها. جبت بقى حله كده حطيتها على النار وحطيت عليها معلقه سمنه برضو بلدي كده عشان تبقى مغذيه وحلوه والفته تبقى جامده. حطيت عليهم معلقه سمنه بلدي وشويه زيت، وهبتدي انزل بالرز. حاطين اهو السمنه والزيت والسمنه ساحت. هنزل بقى على طول بالرز البلدي بتاعنا العادي، غسلاه ومصفياه من الميه بتاعته. تمام، غسلاه عادي يعني غسله عاديه ومش نقعاه ولا حاجه، لا يتغسل ويتصفى على طول. وننزل عليه بسم الله بالسمنه كده والزيت، ونبتدي بقى ايه نشوحهم تشويحه حلوه الاول على النار. سقيت الرز بالشوربه اهو والملح ومظبوط وتمام التمام. هبتدي بقى اغطيه واسيبه اول ما يغلي كده ويبتدي يتشرب، اهدي عليه النار لغايه ما يستوي براحته. تمام. وهنا عندي الصلصه خلاص استوت، هقفل عليها بقى ويلا نشوف هنعمل بقيه الفته ازاي. يلا بينا بقى. الرز على النار، جبت طاسه بقى كده حطيت فيها معلقه سمنه، وهنزل على طول بعيش مكسرات بلدي بقى ابيض زي ما انت عايزه اعمليه. بس انا عايزه اقول لكم ان العيش البلدي انا هخليه تحفه يتاكل لوحده. هنبتدي بقى نشوح العيش ده في السمنه كده تشويحه حلوه كده. العيش بتاعي ابتدى يتحمص، هبتدي بقى انزل عليه ايه نص معلقه توم مفروم كده،
واشوحها حلوة قوي مع العيش وهو بيتحمص. بصوا بقى العيش، عايزه اقول لكم ريحته تحفه، جميل جدا ومقرمش وحلو جدا. هنعمل ايه بقى في المرحله دي؟ هبتدي عندي صلصه الطماطم جاهزه، الصلصه اللي احنا عاملينها هنزل بيها كده بكبشتين ويعملوا بقى الصوت دوت، واقلب تقليبه حلوه جدا. حمرت العيش، هبتدي بقى اجيب وركنته على جنب. هجيب طاسه صغيره احط فيها معلقه سمنه ومعلقه توم كبيره حلوه كده، وابتدي احمرها على البوتاجاز من فوق. التومه عندي اتحمرت اهي وبقت جاهزه، هنزل بيها بقى بحبه خل كده حلوين، واسيبهم يغلوا غلوه كده واقفل عليهم على طول. على طول الاكل جهز. نرص بقى الصينيه بتاعتنا. جبت الصينيه، ابتدي احط فيها العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب حبه بس صغننين كده، احطهم كده ايه على جنب. خلاص حطينا العيش ورصيناه. انا ما بسقيهوش شوربه دلوقتي، هقول لكم هنسقيه امتى. على طول بعد العيش هبتدي بقى احط الرز كده وهو سخن ومفلفل وجامد جدا. حطينا الرز، عندي بقى نص كوبايه شوربه تمام حلوه كده. هبتدي بقى ايه اسقي بالراحه كده، حاجات بسيطه بس مش كتير. سقينا الشوربه على الرز كده، نبتدي بقى نحط الصلصه بتاعتنا الجامده دي. حطينا الصلصه، ادي بقى التومه اللي احنا عملناها بالخل كده، نبتدي نرشها فوق الوش كده. وصفتنا خلصت. اجدع صينيه فته هتعملوها للعيد، وكل سنه وانتم طيبين. ريحتها خطيره وطعمها جامد جدا جدا. عايزاكم تجربوها بالطريقه دي، هتعجبكم ان شاء الله. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وربنا يديمها علينا نعمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.